السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الإعدادية، طلاب الصف الثاني الإعدادي. كونوا دايما من طلاب البحيري علشان في مادة الدراسات الاجتماعية، علشان الدراسات الاجتماعية تبقى سهلة وسلسة وبسيطة. دايما مع البحيري الدراسات سهلة وبسيطة. تعالوا كده في تاني درس من دروس الصف الثاني الإعدادي وأول درس من دروس التاريخ. عندي في الدرس دوت أو في الوحدة ديت هنتعرف فيها عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم وقصة بني أول درس فيها هو أحوال شبه الجزيرة العربية وهو اللي معانا النهاردة. تاني درس عن محمد صلى الله عليه وسلم المولد والنشأ. الدرس الثالث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدرس الخامس عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول درس عندنا وهو أحوال شبه الجزيرة العربية. ليه هنتعرف على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ علشان لما نيجي نتعرف على الإسلام نعرف سؤال مهم جدا، هو لماذا كان العالم يحتاج إلى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحوال الجزيرة العربية قبل الإسلام، الدنيا كانت عاملة إزاي؟ ماشية إزاي؟ إيه هي أهم أهم القصائص السياسية والاقتصادية والدينية في الجزيرة العربية قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب سؤالي، لماذا كان العالم يحتاج لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندي سببين مهمين قوي. أولهم اللي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. هم الناس ما كانوش عارفين ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ما كانوش عارفين ربنا سبحانه وتعالى. كانت في بعض العبادات اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية وهنتعرف عليها. تاني حاجة لينشر قيم العدل والمساواة والرحمة والتسامح. ايه ده؟ ما كانش فيه عدل، ما كانش فيه مساواة، ما كانش فيه رحمة، ما كانش فيه تسامح. اه، هنا انتشر الظلم والفساد في جميع الأجناس في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يلا بينا ناخد أول خطوات في هذا الدرس. أولا بيقول لي إيه هي القوة التي كانت تحكم العالم قبل مجيء الإسلام. عندي قوتين عظمتين كانوا موجودين، دولة الفرس ودولة الروم. دولة الفرس التي احتلت بلاد العراق واليمن وكثرت فيها العبادات الوثنية. دولة الفرس احتلت بلاد، طبعا احنا احتلت دول كتير بس احنا بنتكلم على الوطن العربي. احتلت العراق واحتلت اليمن، كثرت فيها العبادات الوثنية. العبادات الوثنية عندي بقى عبادة الأصنام، عبادة النار، كان منهم المجوس، حاجات كتير قوي. يبقى دولة الفرس اللي هي إيران حاليا كانت دولة كبيرة، انضمت إليها أو احتلت جزء كبير، جزء من الوطن العربي زي العراق واليمن، وقلنا كثرت فيها العبادات الوثنيه. طب الدوله الثانيه هي دوله الروم. عملت كانت موجوده فين؟ قال لي احتلت مصر وبلاد الشام. يبقى الفرس العراق واليمن، والروم مصر وبلاد الشام. اعترفت بالديانه المسيحيه دينا رسميا للبلاد. اما دوله الفرس كانت العباده بتاعتها عباده وثنيه. هنا دوله الفرس اللي كانت موجود، دوله الروم اللي كانت موجوده طبعا امبراطوريه رومانيه كبيره جدا، هنا احتلت مصر واحتلت بلاد الشام، وزي ما قلنا اعترفت بالديانه المسيحيه كديانه رسميه في البلاد. طيب دولة الهند، قال لي دولة الهند هي كثرت فيها العبادات. على فكرة يا شباب، الهند فيها أكثر من 400 ديانة. طيب بيعبدوا إيه؟ قال لي ده كانوا بيقدسوا البقر والزواحف وغيرها من الطيور، وليلة كده سعادتك يعني في عبادات كتيرة في دولة في دولة الهند، زي ما بنقول أكثر من 400 ديانة. طب في شبه الجزيرة العربية، قال لي شبه الجزيرة العربية كانت فيها تحضر شوية. قال لي ظهرت فيها حضارات قديمة زي حضارة عاد وحضارة ثمود. حضارة عاد، قوم عاد وقوم وقوم ثمود، قامت بها بعض الممالك في الجنوب والشمال. بعض الممالك في الجنوب زي معين وسبأ وحمير. معين وسبأ وحمير، ودول كانوا في اليمن. في الشمال كانت الحيرة والغساسنة. الحيرة قريبة من دولة الفرس، والغساسنة قريبة من بلاد من بلاد الشام.
وظهرت فيها بعض المدن زي مكة ويثرب في الغرب. مكة ويثرب اللي هي عرفت بعد ذلك باسم المدينة المدينة المنورة. يبقى هنا دول السياسية، الدنيا السياسية أو الأحوال السياسية. طيب هنا أحوال شبه الجزيرة العربية اللي احنا نتعرف عليهم: الحياة الدينية، الحياة السياسية، والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تعالوا كده على أول حاجة هنتكلم فيها، وهي الحياة الدينية. اللي كانت شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء. شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من من الأنبياء. زي مين؟ زي نبي الله هود، زي نبي الله صالح، شعيب، إبراهيم، وإسماعيل عليهما السلام. يبقى هود، صالح، شعيب، إبراهيم، وإسماعيل. قال لي أيضا طبعا ولذلك هنا عرفت مكة وما حولها قبل التوحيد والإيمان بالله. يبقى هنا عرف أهل مكة التوحيد والإيمان بالله قبل وجود قبل وجود الإسلام. ليه؟ قال لي علشان كان هناك أنبياء كثيرون في الجزيرة العربية زي هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل. ولذلك عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنه جاء أو أنه من أتباع سيدنا إبراهيم. طب ايه كمان؟ قال لي كانت هناك بعض الديانات والعبادات اللي كانت موجوده في الجزيره العربيه. فهناك ديانات غير سماويه، وطبعا يبقى في ديانات سماويه. الديانات الغير السماويه زي الوثنيه، عباده عباده الاصنام. وكان العرب يعبدون الاصنام، وكانت لكل قبيله صنم يعبدوه. ماشي، الصنم من الحجاره والخشبه والعجوه، وبعد كده لما يجوعوا ياكلوها يا سيدي ولا يهمك، بس كانوا في الاول يعبدون. طيب هناك ديانات سماويه زي الديانه الحنيفيه. ايه الديانه الحنيفيه دي؟ قال لي على دين سيدنا ابراهيم حنيفا. فهو دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. وهنا كان يدعو الى عباده الله الواحد الاحد الذي لا شريك له. وبقي عدد قليل من هذه الديانات. أي ديانة يا شباب كانت تدعو إلى عبادة الله الواحد. طيب الديانة الثانية، وهي طبعا انتشرت، هذه الديانات انتشرت في أجزاء من الجزيرة العربية زي اليهودية دين سيدنا موسى، والمسيحية والنصرانية دين سيدنا عيسى. يبقى عندي هنا ديانات سماوية وديانات وضعية أو غير سماوية. الديانات اللي هي الوضعية أو الغير السماوية زي الوثنية وعبادة الأصنام. السماوية هي الحنيفية واليهودية والنصرانية. طب الحياة السياسية، هل قامت دولة في الجزيرة العربية؟ كانت هناك دول في الجزيرة العربية؟ تعالوا نعرف هو كان فيها ولا لا. قال لي لا، ما كانتش في دولة موحدة. ليه؟ قال لي علشان الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، فساد فيها النظام القبلي. يبقى لماذا ساد النظام القبلي في الجزيرة العربية؟ قال لي لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة. ما النتائج المترتبة على كانت الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة؟ قال لي ساد فيها النظام ساد فيها النظام القبلي. وكان لكل قبيلة شيخ يحكمها يسمى شيخ القبيلة، يطبق قوانين هذه القبيلة. فلكل فرد فيها له حقوق وعليه واجبات. وأشهر هذه القبائل في الجزيرة العربية كانت قبيلة قريش، اللي كانت من أشهر القبائل في مكة. طبعا كلمة قبيلة مجموعة من الأفراد بينتموا لأصل واحد وتربطهم رابطة رابطة الدم. الحياة الثانية وهي الحياة الاقتصادية. ثالث حاجه، يبقى احنا اتكلمنا عن الدينيه واتكلمنا عن السياسيه. الحياه الاقتصاديه، قال لي كانت مكه فيها بعض الانشطه، او بنتكلم عن الجزيره العربيه كانت هناك بعض الانشطه الاقتصاديه في الجزيره العربيه. زي ايه؟ قال لي الرعي، وهي الحرفه السائده في الباديه. الباديه يعني الصحراء، هم عايشين في صحراء، هيعملوا ايه؟ بيرعوا الاغنام. طب ايه كمان؟ قال لي عارفوا الزراعه. فين؟ دي صحراء يا مستر. ما هي كانت فيها بعض المناطق التي الخصبة زي الواحات مثلا، وكانت يعني بتعتمد على المطر القليل اللي كان بينزل. فالزراعة هنا كانت قليلة بسبب نظرة الأمطار. الصناعة، قال لي عارفوا بعض الصناعات زي صناعة الرماح وصناعة وصناعة السيوف. طيب هي دي بس الحرف؟ قال لي لا، نهتم بالتجارة.
وكان أهل مكة من أكثر سكان الجزيرة العربية مكانة تجارية، لأنهم كانوا ينظمون رحلتين تجاريتين، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة في الصيف إلى بلاد الإيه؟ إلى بلاد الشام. وزي ما ذكر في القرآن في سورة قريش، قلنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكانت قريش التي كانت تسكن مكة لها رحلتين، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، ورحلة في الشتاء إلى بلاد إلى بلاد اليمن. ولذلك يعني عرفت مكة بمكانة تجارية هامة. طب الحياة الاجتماعية يعني بنتكلم على الطبقات، بنتكلم على أصناف البشر اللي كانوا موجودين في المجتمع في الجزيرة العربية في الوقت ده. قال انقسم المجتمع لحاجتين: بدو واللي كانوا بيسكنوا الصحراء، والحضر وهم اللي كانوا بيسكنوا بيسكنوا المدن. يبقى هنا انقسم المجتمع في الجزيرة العربية إلى اثنين: بدو وحضر. البدو اللي كانوا بيعيشوا في البادية في الصحراء، والحضر اللي كانوا بيسكنوا أيضا في كانوا بيسكنوا في المدن. وكانت من عادات العرب قبل الإسلام، ودي من الخصائص الاجتماعية، الحياة الاجتماعية، كانت هناك بعض الصفات الحميدة وبعض الصفات السيئة. فبالأخلاق الحميدة اللي اتصف بها العرب زي الشجاعة والكرم، زي الوفاء بالعهد، زي الصبر، أيضا العفو عند المقدرة، وحماية الجار. يبقى الأخلاق الحميدة شجاعة وكرم، وفاء بالعهد، صبر وعفو، حماية الجار. شجاعة وكرم، وفاء بالعهد، صبر وعفو، حماية الجار. يعني يبقى الأخلاق الحميدة مرة كمان هنقول شجاعة وكرم، وفاء بالعهد، صبر وعفو، وحماية الجار. شجاعة وكرم، وفاء بالعهد، صبر وعفو، وحماية الجار. دي أخلاق حميدة. طب الأخلاق السيئة هنا كانوا إيه؟ قال الأخلاق السيئة التي اتصف بها العرب: وأد البنات، قتل البنات أحياء، تمام، دفنهم أحياء، شرب الخمر، لعب الميسر اللي هو القمار، والأخذ بالصعب. يبقى هنا عندي أخلاق حميدة وأخلاق سيئة. الأخلاق السيئة: وأد البنات، شرب الخمر، لعب الميسر، الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالصعب. فخلي بالي من بعض الحاجات. قلنا ان هنا تمتعت برغم ده كله، انما تمتعت النساء في الجزيره العربيه بمكانه عاليه. بعض النساء في الجزيره العربيه بمكانه عاليه زي السيده خديجه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تتاجر بمالها، فهي كانت من سادة قريش في الوقت ده. طب الحياة الثقافية، قال لي هنا اشتهر العرب بالشعر والخطاب. اتصفوا بالشعر والخطاب، كانوا شعراء لدرجة إن هم نظموا بيوت شعرية كثيرة جدا عرفت باسم المعلقات، وكانت تعلق على أستار الكعبة. وخطابة عندهم بلاغة رهيبة جدا. طيب هنا، طب كانوا بيتبارزوا فين أو بيتنافسوا فين؟ في الأسواق. في الأسواق، في الأسواق. خلي بالي، ده الأسواق ما كانتش سوق للتجارة فقط، ما كانتش ميدان للبيع والشراء فقط، إنما كان إيه؟ قال لتنافس الشعراء والخطباء. فاشتهر العرب بالشعر والخطابة. وهنا كانت أسواق العرب ميدان للتنافس الشعراء والخطباء. فهنا لم تكن الجزيرة العربية أو لم تكن أسواق العرب ميدان للتجارة فقط. هقول له أيوة، دل على صحة هذه العبارة. كانت ميدانا للتنافس في الشعر والخطابة، وكانت من أشهر أسواق العرب في الجزيرة العربية سوق عقاد وسوق ذي المجاز. طبعا من أشهر الشعراء كان النابغة الزبياني. تمام. يبقى احنا هنا كده تعرفنا على أحوال الجزيرة العربية قبل الإسلام، تعرفنا على القوة اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام. عندي بلاد فارس، وعندي دولة الروم، وقلنا الهند، وقلنا الجزيرة العربية القبائل اللي انتشرت فيها. تعرفنا على أحوال الجزيرة العربية، الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية والحياة الدينية. وعرفنا أهم الأسواق اللي كانت في الجزيرة العربية، وإيه شهرة أهل الجزيرة العربية.
أحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أشكركم على حسن استماعكم. كان معكم أحمد حمدي البحيري. طلابي أحبابي طلاب البحيري، كونوا دايما مع البحيري في الدراسات الاجتماعية. الدراسات هتبقى سهلة وسلسة وبسيطة. شكرا لكم، شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.